احنا عندنا جزء من آه. تتر الأيام هنستمع ليه ونرجع حالا واحنا في حضرة سيد حاجة. اتفضلوا. أيام ورا أيام ورا أيام، لا الجرح يهدى ولا الرجاء بينام. ماشي في طريق الشوك ماشي ماشي، لكن قلبي مطرح ما يمشي يبطل الأحلام. العتمة صوت والنور بيدور، وشل الفجارة في زمان النوح. العتمة صوت والنور بيدور، وشل الفجارة في زمان النوح. ميتة تخط السور يا نوارة، ويهل عطرك عالخلاوي يفوح، ويشدنا لقدام. من عتمة الليل النهار راجع، ومهما طال الليل بيجي نهار. من عتمة الليل نهار راجع، ومهما طال الليل بيجي نهار. مهما تكون في عتمة ومواجع، العتمة سور يجي النهار تنهار، وظهرنا ينجاب. الله على فعلا يعني شاعرنا الكبير سيد حجاب، وكل واحد فيهم كان ليه مدرسة مختلفة. الأبنود يختلف عن حجاب، تختلف عن أحمد فؤاد نجم، تختلف عن أمل دنقل، ولكن في النهاية لكل شاعر نكهة، لكل كلمات شاعر شكل مختلف وأداء مختلف. طبعا احنا مع شاعرنا الكبير زين العابدين فؤاد. الجزء الباقي من الحلقة حابة بقى أتكلم مع حضرتك عن أهم المحطات اللي كانت بتجمع كل المواقف الإنسانية. ازاي كنتوا بتتعاونوا مع بعض، ازاي كنتوا بتجتمعوا في حب الشعر سويا يا استاذ؟ احنا علاقتنا ببعض اكبر كتير من عمرك. لان احنا اتعرفنا سنة 62. يعني علاقتنا نشأت سنة 62 الى 2017، وده يعني حوالي 55 سنة. ف يعني احنا كنا الاثنين طلبة في كلية هندسة، وكنا احنا الاثنين بنكتب شعر، واحنا الاثنين بدينا بنكتب الفصحى ونقلنا العامية. احنا الاثنين اكتشفنا بعد ما تقابلنا ان كل واحد فينا كان راح دار الكتب ونسخ، لان وقتها ما كانش فيه اي امكانيات تصوير او حاجات زي كده، وكان كتاب مش موجود في السوق خالص. كان كتاب للدكتور لويس عوض، كان ديوان شعر بالعامية المصرية من لويس عوض، مطبوع سنة 48 أو 47، وما فيش طبعة تاني. أنا رحت دار الكتب ونسخت المقدمة المذهلة عن العامية المصرية. بعد سنين اما مع سيد اكتشفت انه عمل نفس الحكايه، انه هو كان راح دار الكتب ونسخ نفس الكتاب، لان الكتاب ما كانش مطبوع، يعني كان خلص وما فيش مش لاقيينه وكده. بقى بينا تقارب
كتير في السياسة، في بشكل شخصي، ثقافة صحيح. بشكل شخصي. وزي ما قلت ان احنا كنا يعني قعدنا فترة، كل اصحابنا في الوقت ده عارفين ان احنا كنا بنتقابل في قهوة إيزافيتش، ودي قهوة في ميدان التحرير، دلوقتي بقت مش موجودة، بقى مكانها مكتب سياحة أو حاجة. وكنا بنتقابل، وفي القهوة ديت الأبنودي كاتب في ديوانه الأرض والعيال قصيدة عن عم جمعة جرسون قهوة إيزافيتش في. الله. فكنا كل واحد فينا يعني عامل له مكتب ترابيزة بيقعد وبيقابل صح. فيها الناس وكده. غير كده ان احنا كنا بنبقى مع بعض دايما، وكنا بناخد مواعيد ثلاثيه كثيره جدا يعني. ده جزء واستمرت العلاقه سيد بيسر. بالمناسبه انا قلت ان سيد ثقافته كمان انه سيد كتب كتاب عن نفسه وعن شاب مصري مكتوب باللغه الانجليزيه. يعني من برضه في بدايه يعني في النص الثاني من الستينات يعني سيد. مواقفه السياسية وازاي كنتوا بتجتمعوا سياسيا والآراء السياسية بالنسبة احنا كنا قريبين جدا سياسيا، احنا الثلاثه بالمناسبه، وهو اللي حصل الفركشه دي شويه بينه بسبب مواقف، يعني مش بسبب تنافس على فلوس او حاجه يعني، لا خالص، انما بسبب مواقف سياسيه محدده يعني وكده. سيد وعبد الرحمن واخرين دخلوا السجن فتره محدوده حوالي 6 شهور او اقل في نهايه 66 وخرجوا قبل حرب 67. كويس. و سيد كتب مليون حاجه وعبد الرحمن كتب، لكن استمرت. سيد استمرت هذه العلاقه بيني وبينه يعني ما وقفتش خالص. اخر حاجه انه انا رجعت من السفر. قبل ما اسافر انا كنت مسافر فتره من ديسمبر 21 يناير 2017، وهو توفى 25 يناير 2017. احنا كان بينا رجعت وعرفت انا قبل ما اسافر يعني زرته وعارف حالته الصحيه، وبينا رسائل على الواتساب وكنا بنكتب لبعض كتير. كان بينا موعد يوم 26 يناير 2015 من 7 ل 8، لكن للأسف هو بدر الموعد، فتقابلنا في الجامع الساعة 10 الصبح. أنا رحت من الصبح عشان فأكون في انتظاره. مع تتذكر آخر لقاء بينكم أو آخر مكالمة تليفون اتكلمتوا عن إيه؟ في كل حاجة الحقيقة. وفي يعني مثلا احنا نزلنا كتير سوا الشارع، ونزلنا كتير سوا الميدان، نزلنا كتير. نزلنا كتير في اعتصام المثقفين، نزلنا كتير في وزارة الثقافة، نزلنا كتير في مليون حاجة. كلامنا كان في كل حاجة يعني. 2 عواجيز اصحاب بيعرفوا بعض بقى لهم اكتر من 50 سنه، فبيتكلموا في كل حاجه. انما طبعا بنتكلم في الشعر، وبنتكلم في اصحابنا، وبنتكلم في الحياه. وانا كنت بتكلم عن صحته دايما، خصوصا الفتره الاخيره انا كنت قلقان شويه على صحته، وهو كان عاده كان بيطمن انه ما فيش حاجه يعني كده. هل كان خايف على مستقبل الوطن؟ هل وده اللي هتخوف طول الوقت، وحضرتك برضه يشوفوا مهمومين بيه او بتحملوا على عاتقه هموم الوطن؟ كان شايف اللي بيحصل ازاي؟ كان شايف الاحداث في الفتره الاخيره ازاي؟ يعني الامور كانت واضحه بالنسبه لي جدا. طبعا هيفضل دستور يعني 2013 اللي طلع هيفضل يعني في ذاكرة الناس
حتى لو الدستور ما بيتنفذش، انما ان سيد حجاب كتب ديباجة هي حب الوطن، يعني هي حب الحرية. يعني سيد حجاب كتب قصيدة في الحرية في بداية الدستور. انت معروف طبعا ان السيد اللي كاتب ديباجة الدستور كويس، فبالتالي انه سيد كاتب قصيدة. كل ما يشوف ان الدستور بيعتدى عليه وما يتطبقش بيحزن. صحيح. كل ما يشوف انه قواعد الحرية اللي بيبشر صحيح. بيها الدستور المصري صحيح. مش عايز تعرف محضر لنا فاصل ايه؟ ارابيسك. طيب. لازم بقى نتكلم. ارابيسك ده كان سيناريو المسلسل طبعا والعبقري أسامة أنور عكاشة، وكأنه يقرأ ما يحدث في هذه الأيام وبشكل استباقي. يلا نشوف جزء من أرابيسك ونرجع تاني حالا في حضرة سيد حجاب. خليكم. بتقوس في أوتار كمان، وتنفرد ليها عود كهربان، يتفرفط النور والحنان والأمان، وينفرد من بين إيدينا زمان. الشر شرق وغرب داخل في حوشنا، حوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا. الشر شرق وغرب داخل في حوشنا، حوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا. حوش وشرارة تطيش تشقق عروشنا، وتغشنا المرايات تشوش وشوشنا، وتهيل طلاب عالهالة والهيلمان، من بين ايدينا زمان، كأنه سحبة فوز في أوتار كمان، وينفلت من بين ايدينا زمان. الغش طرطش رش عالوش بويا، ما درتش مين باليأس أو مين رزين. الغش طرطش رش عالوش بويا، ما درتش مين باليأس أو مين رزين. شاب الزمان وشقيق مش شكل ابويا، شاهد وشوشنا تهنا بين شين وزين، ولسه ياما وياما حنشوف كمان. من بين ايدينا زمان، كأنه سحبة فوز أوتار كمان، وينفلت من بين ايدينا زمان. ولسه ياما وياما نشوف كمان. الله. عندما يبدع سيد حجاب وطبعا العبقري أسامة أنور عكاشة في أرابيسك، الحقيقة كان مسلسل بيؤرخ لحقبة تاريخية فعلا من تاريخ مصر، وكأنه استباقا لما يحدث في هذه الأيام. برحب بحضرتك مرة تانية شاعرنا الكبير زين العابدين فؤاد. وخليني بس أقول إنه
بعض المعلومات أيضا أنه شارك حجاب في إصدار مجلة جالوري 68 ونشر بها بعض الدراسات والأشعار كتب الأطفال في مجلتي سمير وميكي في الفترة من 64 ل 67. في بقى سؤال عايز أسأل حضرتك عليه، أنه كمان من أعماله المسجلة إذاعيا وتلفزيونيا قصيدة طوفان، سالو قلبي، السلم والكرسي، وقصيد زي الهوى. بعض الأعمال اللي احنا يمكن الاعمال دي اتبروزت واتغنت في تترات المسلسلات فاتعرفت طبعا بشكل كبير، ولكن الاعمال الاخرى والدواوين الاخرى التي لم يتم نشرها او القاء الضوء عليها بشكل كبير كانت ايه يا استاذ؟ احنا قلنا من اول صياد وجنية لحد الطوفان لازم تصدر مرة أخرى. وللأسف في معرض الكتاب أنا نزلت دورت عند كل الناشرين العام والخاص، ما لقيتش غير نسخة من بعد الطوفان في مكتبة واحدة. وطبعا مفروض أنا عارف دي معلومات إنه كان في اتفاق شفوي ما بين سيد والهيئة العامة للكتاب لنشر أعماله كاملة، لكن للأسف يعني ده ما تقدمش، وأرجو إن ده يتقدم بسرعة بحيث يبقى موجود في إيدين الناس في معرض الكتاب القادم. ده جزء لأنه شعره هام جدا. يعني حضرتك اخدتنا نقطة مهمة جدا. هل شايف انه يعني لم يلاقي التقدير الكامل من الدولة، او ده جزء ان ازاي لم يتم لحد النهارده نشر الاعمال الكاملة؟ لا يعني عشان لا اعتقد ان سيد واخد جائزة الدولة التقديرية في الادب وكل حاجة. ان سيد يبقى واحد في لجنة ال50 اللي كتبت الدستور، ان سيد يبقى يعني المنوط به كتابة مقدمة الدستور، دي باجة الدستور، فده تقدير يعني لا خالص. النشر ليه حاجات أخرى، يعني ليه حاجات أخرى. هو كان بيفكر إنه يعمل إعداد مختلف، كان عايز كل الدواوين تطلع بحاجتين، بصوته مع إنها مكتوبة، وإن هو يرتبها بنفسه كده. فده موضوع كان مفهوش تقصير، إنما بالصدفة يعني اتسحب منه الزمان كأنه سحبة قوس في أوتار كمان، فاتسحب الزمن بسرعة قبل ما يقدم ده. فأنا أرجو إن احنا نقدم ده. يعني أعتقد هيئة الكتاب مش متأخرة، وإن فعلا كانوا اتفقوا معاه شفويا، لكن الشفوي ده محتاج إنه يروح لهم النصوص. يعني من خلال رؤية حضرتك كده للأوساط، واليومين دول بنشوف إنه عدد كبير جدا من الشباب بيقدم شعر العامية. كويس. هل شايف إنه هيبقى في سيد حجاب جديد؟ هل شايف كده بوادر لظهور يعني من ينهج نهج هذا الاسم الكبير وهذا الشعر الكبير، ولا لا خالص؟ أصلا ما يقدرش، ما ينفعش إنه يبقى في سيد حجاب تاني. أنا عارفة، ولكن ولا يعني صلاح جاهين تاني، ولا فؤاد حداد تاني. كويس. هيبقى في مواهب موجودة ومبشرة جدا. كويس. يعني أنا أما أشوف يعني نص شديد الفتنة لمصطفى إبراهيم، وده شاعر من ولادنا الشباب يعني وكده، اللي هو فلان الفلاني مثلا، نص جميل جدا. بشوف نصوص لشعراء كتير جدا هيكبروا وهيبقوا نفسهم، مانيش عايز اي حد يبقى نسخة من اي حد. صحيح. انا عايز الشعراء يبقوا هم. انا مش بتكلم، انا بتكلم عن الثقافة هو يعني وعشان كده الشكل يعني سيد وصلاح جاهين وفؤاد حداد بيحبوا بعض جدا. كويس. انما مفيش بينهم تشابه، يعني كل حد مدرسة مختلفة تماما. بس هو ده المطلوب. ان مش مطلوب خالص ان يبقى في سيد حجاب تاني، يبقى هو عندنا سيد حجاب، ويبقى عندنا شاعر تاني اسمه فلان الفلاني. طيب مش عايز تعرف بقى احنا محضرين ايه؟
اتفضل. شفت بقى التعاون الرائع بينه وبين ياسر عبد الرحمن في المال والبنون. طيب نشوف جزء من المال والبنون او تتر المسلسل ونرجع تاني. طيب. قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر وله 1000 صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. ايه معنى دنيتنا وغاية حياتنا إذا بعنا فطرتنا البريئة الرقيقة؟ وإزاي نبص لروحنا جوا مراياتنا إذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة؟ قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر وله 1000 صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. المال تجيبه الريح وتاخده الهوايل، أما البنون يوم الحساب بيفوتونا. مال إيه ده لو كان مال قارون كله زايل، ولا غير عمايل الخير ياهو هنجدونا. قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر وله 1000 صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. ومين نكون انبعنا يومنا وماضينا، وليه نعيش إذا كانش بكرة يرضينا؟ وإزاي ننام من غير ما نحلم ببكرة؟ وبكرة ده منين يجي إلا بإيدينا؟ قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر وله. عندما تتعانق كلمات سيد حجاب مع ألحان ياسر عبد الرحمن لتخرج لنا هذا التتر الرائع المال والبنون الحقيقة. وزي ما قلنا يا أستاذ ديني إنه كنا بنتكلم إنه التتر جزء من المسلسل، يعني لا يمكن الاستغناء عن هذا التتر مع سيناريو مسلسل المال والبنون. كان بيتوحد الحقيقة مع السيناريو بشكل كبير. إن هو جزء من النسيج. يعني ما هوش، ما فيش إقحام خالص. أحيان كتيرة بنحس إن الأغاني أو الحاجات هي شعر معمولة مرفوع. لوحدها صحيح. ومتركبة وخلاص. صحيح. لا، ده هنا في نسيج واحد. أنا كنت عايز أقول حاجة. إحنا برغم كل العمر ده ما طلعناش سوا في برنامج إلا في برنامج تلفزيوني واحد. ليه؟ ليه؟ عملنا البرنامج ده عن أحمد فؤاد نجم الله. بعد وفاة نجم. وكان في أحد القنوات، واتفقوا معايا إن أنا عندي ساعة، واتفقوا مع سيد إنه عنده ساعة، ورا بعض. فما عرفنا قلنا لهم طب وليه؟ فقالوا ممكن تبقوا مع بعض؟ قلنا لهم فطلعنا احنا الاثنين في برنامج واحد لمدة ساعتين عن أحمد فؤاد نجم. الله. وده
البرنامج التلفزيوني الوحيد اللي شاركنا فيه سوا. انا عارفه ان سؤالي ده كل حد فيهم كان مدرسه قائمه بذاتها، كويس. ولكن هل كان في شكل او سمه بتجمع بين كتاباتهم؟ نجم الابنودي، حجاب، في حاجه حضرتك في حاجه كانت بتجمع بينكم في الكتابه او في شكل الكتابه؟ شكل الكتابة لا، كل حد مختلف، انما ايه اللي بيجمع هو الهموم. كويس، الهموم اللي جمعانا. كويس. هتقول ايه؟ انا بختم، هتقول ايه النهارده؟ هقول زي ما سيد بدأ أول ديوان لي وقال للناس: أنا ابن بحر، ابن بحر، ابن بحر، ابن النسيم اللي رضع من السما، رضع حليب النجمة، حنية وفجر. الله، بشكرك. ده سيد حجاب. بشكرك شكرا جزيلا الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد. والحقيقه كانت ليله مختلفه وكان حديث ممتع، ومحتاجين حلقات وحلقات علشان يعني احنا ما اتكلمناش كمان عن الشهد والدموع، ان شاء الله نتكلم عنها بقى في حلقات جايه. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده مشاهدينا، اتكلمنا فيها عن سيد حجاب. الحقيقه يعني بنتكلم عن شاعر كبير، بنتكلم عن اسم كبير، ومن يعني حببنا في الشعر العاميه الحقيقه، واسس لمدرسه ربما تكون مختلفه ولكنها رائده، وكان رائد في هذه المدرسه بلا منازع. بشكركم شكرا جزيلا، كل عام وانتم بخير.